توقفت الطائرة في أحد المطارات الأفريقية بسائح يحب الصيد والتنزه، ومن حسن حظه وتوفيق الله له صادفه رجل من تلك البلاد، فتجاذب أطراف الحديث وعرض عليه الزيارة، وشرح له جمال هذا المكان وأنه يناسب ميوله وهوايته، فاعتذر لارتباطه ووعد أن سيعود. تفرقا ومضت الأيام، ثم اتصل السائح بهذا الرجل وأخبره بمقدمه، ففرح به وأكرمه ودله على أماكن الصيد والتنزه. وفي طريق عودتهم دعاه لزيارة مركز صغير لتحفيظ القرآن، فرحب بالفكرة، ولما شاهد حماسهم وتلاوتهم وحرصهم مع الفقر الشديد، فلا وسائل ترفيه ولا كهرباء ولا خدمات، حتى جلوسهم على الأرض بلا فراش ولا حصير، فما كان منه إلا أن أجهش بالبكاء متأثرا بحالهم، فتصدق عليهم بما جادت به نفسه من فرش وتصليحات. ثم واصلوا الطريق، فسأله: لماذا لا تدعو إلى الإسلام؟ فقال معتذرا: لا أعرف ولست مؤهلا لذلك. فقال: الأمر سهل ويسير، لماذا لا تجرب؟ وفي أحد الأيام أعطاه ورقة وقال: إذا وقفت أمام الناس اقرأ عليهم والمترجم معك. ففعل ما قاله له، وبعدما أنهى قراءته قال له: قل لهم من يريد الدخول في الإسلام؟ فرفعوا أيديهم، ودخلت القرية كاملة في الإسلام ولقنهم الشهادة، فتعجب أشد العجب، وعرف أن المسألة في غاية السهولة واليسر، لكنها موانع وعوائق نضعوها في طريقنا تصد عن العمل في الدعوة إلى الإسلام. هذا الرجل تحول من سائح مضيع لوقته إلى سائح يدعو إلى الإسلام، فما أعظم هذا التوفيق من الله، فهو يمارس هوايته في السياحة ويتوجها بهذا الخير العظيم. فالدعوة إلى الإسلام عمل مبارك يستطيع القيام به كل شخص مهما كان قدره ومكانته وكذلك هوايته، بل يتبارك ويزداد خيرا إلى خير. وفي الختام، لا تنتظر موقفا أو شخصا يأخذ بيدك إلى مضمار الدعوة إلى الإسلام، بل من الآن بادر واعقد العزيمة والنية الصادقة مع سؤال الله وطلبه أن يوفقك في إسلام أشخاص يكونون في ميزان حسناتك. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.